أوقات كتير بنخاف ندخل في تجربة جديدة، وخوفنا بيخلينا نفضل التعب اللي بنعاني منه دلوقتي على الراحة اللي هنبقى فيها لما ندخل التجربة دي. زي مثلا لما تكون جعان والأكل قدامك بس خايف تاكل، قلقان لا يجرالك حاجة بسبب الأكل، تفضل محتار آكل ماكلش، وتضيع عمر في قرار بسيط مع إنك مش هتقع في الترعة لو جربت. بس الخوف لو سبته جواك بيتملك منك لحد ما يكبر في دماغك إن الشعور بالوجع اللي هو مثلا الجوع ده أصلا أنت عارفه ومتعود عليه وآخد عليه وعارف تتعامل معاه ازاي. لكن الشبع جديد ومش مضمون، ممكن يضرك. وقتها هتعمل ايه؟ لا، انت خليك كده احسن. وفعلا هتخليك كده، بس ده مش احسن، لانك مش هتتقدم خطوة لقدام. الاسلوب ده في التفكير بيدفن الانسان بالحياة. انت كده بتموت نفسك. جيت الدنيا ومرت عليك سنين بس ما عشتش ولا يوم، لان عمر الانسان بيتحسب بالتجارب اللي عاشها وبالاحاسيس اللي مر بيها حتى لو كانت مؤلمة. فلو ما جربتش، لو ما حسيتش، يبقى الدليل على انك عشت. سيب نفسك وجرب طالما مش بتعمل حاجة غلط، وما تسلمش نفسك للخوف. اتألم وتعلم وعيش. المهم انك ما تكونش بترمي نفسك في التهلكة. واكيد انت كبير كفاية عشان تقدر تميز بين التجربة الصح والتجربة الغلط. فاللحظة اللي انت عايشها دلوقتي حالا هي اللي مضمونة، بكرة يمكن ما يجيش. اوعى اللحظة دي تفوت عليك من غير ما تفرح نفسك بيها. صوت جواك